توجه اليوم أهالي قامشلو إلى مشفى الأورام والحروق والتلاسيميا للتبرع بالدم، وذلك بناء على طلب الهلال الأحمر الكردي الذي أعلن أمس عن حاجة مرضى التلاسيميا للدم. وبعد إعلان قسم التلاسيميا في مشفى الهلال الأحمر الكردي يوم أمس عن حاجة مرضى التلاسيميا للدم، توجه اليوم العشرات من أهالي قامشلو إلى مشفى الأورام والحريق والتلاسيميا للتبرع بالدم للمرضى، حيث يتم توزيع الدم بشكل مستمر على المرضى مرتين كل شهر. وبحسب إحصائية إدارة المشفى فإن أكثر من 150 مريضا بالتلاسيميا يتم معالجتهم. في عندي بنتي عمرها 13 سنة مريضة تلاسيميا كبرى، وعم نجيبها هون على مشفى الهلال، وعم يقدموا لنا تسهيلات كثيرة، يأمنوا الدم، التحاليل، الأدوية، والحمد لله يعني الوضع أحسن. يعني كنا قبل نعاني شوي، بس هلا لا، ما عم نعاني أبدا، وعم يهتموا فينا كثير ويستقبلونا بصدر رحب، ونشكرهم كثير على الاهتمام. هي من عمرها 6 شهور صابها المرض لهلا، وهي طالبة التاسع، الحمد لله قدمت السنة ونجحت كمان، وهلا الحمد لله يعني الوضع أحسن. بلا كربو صار صفحاتي فيسبوكي انه اخوي نجمر لازم. كنا قد نشرنا على صفحات الفيسبوك عن حاجتنا للدم لأجل مرضى التلاسيميا والأورام في المشفى، ولأننا نستقبل في المشفى يوميا من 6 إلى 7 مرضى يأتون ليجروا عملية نقل دم. وبعدما نشرنا عن حاجتنا للدم أتتنا العديد من التعليقات الإيجابية من قبل الأهالي وعن استعدادهم للتبرع بالدم لمساعدة المرضى. واليوم استقبلنا 7 مواطنين تبرعوا بدمهم، وبدوري أشكرهم على قدومهم. شي نمج متبرعين متبرعتين ساعتها وقال لك يخش